المغربية. هالأكلة بالذات كل بيت عن بيت وكل بلد عن بلد بيطبخها بطريقة تختلف عن التاني. صراحة جربت كل الطرق، جربتها من دون صدر الدجاج بس حمص مغربي حبيتها، بس ما بقولكن انه حبيتها مع صدر الفروج اكتر. وحاولت اجمعكن عن جد البهارات اللي بتناسب هالأكلة واللي كتير طيبة مع هالأكلة. تابعوا معي الوصفة ولا تنسوا الاشتراك بقناتي على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس. رح نجيب المغربي والبهارات المكتوبة قدامكن على الشاشة، 7 بهارات، جوزة الطيب، قرفة، الهال، هدول كلياتهم بيكونوا مطحونين ناعم. بنسلق أول شي بنسلقها للمغربي لمدة 3 4 دقايق، نص سلقة تماما مو أكتر كرمال ما تهترى معنا. وبنحطها على جنب وبنجيب صدر الفروج بنقليه مع البهارات اللي ذكرتها والبصل. وبس يستوى صدر الفروج تماما بنغمره بالمي لحتى المي شو بتعمل، تاخد البهارات اللي تقلت مع صدر الفروج. وبعدين بنجيب صدر الفروج ومنزيد عليه الحمص الحب وبنغبره مثل ما قلت لكم بالمي. وبعدين بنجيب طنجرة المغربي وبنحط لها معلقة زبدة وبنضيف الفروج والمي وبنتركهم على النار لمدة 10 دقايق لربع ساعة، بنغطيهم. وبصحة وألف عافية.